السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل. أنا يا جماعة جاي أتكلم في موضوع هو بصراحة بيصير جوانا، يعني إيه، زي على رأي عمنا كده محمود السعداني رحمة الله عليه، سخرية ممزوجة بالألم والحزن. موضوع الكلاب وانقسام المجتمع ما شاء الله الفصيلين، فصيل بيتهم التاني إن هم سفاحين وبيقتلوا الكلاب والأرواح البريئة، الأرواح الضعيفة، وفصيل تاني بيتهم الكلبجية، يعني دول سفاحين ودول كلبجية. وده بيقول إن هو حنين وصعبان عليه الكلب، وده بيقول إن هو حنين وصعبان عليه البني آدم والطفل والست والترويع الآمنين، وده بيتهم ده بالكفر إن امرأة دخلت النار في هرة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده بيقول للتاني إن تهدم الكعبة حجر حجر أهون عند الله من إراقة دم مسلم. والليلة كبرت أوي مننا يا جدعان. كان في زمان مثل شعبي بيقول لك الجنازة حرة والميت كلب. لا، هنقول بقى الحاجات الأهم والأقوى. المولى عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه بقى؟ إن الله إذا غضب على قوم سلط عليهم الجدل. يقعدوا يناقشوا بعض في أي حاجات تافهة، وكل واحد فيهم عايز ينتصر لرأيه ومش بيتكلموا عشان يوصلوا للحق أو لشيء مفيد ليه، يعني للخصمين، للطرفين، بلاش خصمين، لا، مع إن هما دلوقتي انتوا لو تشوفوا الحوارات اللي دايرة، ناس بتكفر بعض وناس عايزة تحبس بعض وليلة كبيرة عشان الكلاب. في حين إن إحنا في مجتمعنا أو الأمور ماشية في العالم كله في سواد والعياذ بالله، حروب وغلا وجوع، وناس مش لاقيه تاكل عيالها، وناس مش لاقيه تعلم عيالها، وناس مش لاقيه تتعالج، وليله. طب دلوقتي يا جدعان، يا سفاحين ويا كلبجيه، يعني يا تافهين يا تافهين يا مهزئين، سبتوا كل حاجه في الدنيا، سبتوا، يعني اقول لكم ايه ابسط التفاصيل، حالات الطلاق، الناس مش عارفه تتجوز، الناس مش عارفه تركب مواصلات، الناس مش لاقيه علاج، وسبتوا الكلام ده كله. وقال ايه بقى؟ كل واحد فيكم هو هيخش الجنه عشان وجهه نظره هو، لكن امور الحياه المهمه الكبيره مش في دماغكم. هو ده الجدل والعياذ بالله، اللي ربنا سبحانه وتعالى لما بيغضب على قوم بيسلط الجدل عليهم. انت بتقول ان انا طيب وحنين والكلب صعبان عليا، والناس بتقول عليك مرتزق وي وي وي، وهو فعلا الموضوع مريب بما يرضي الله. والتاني صعبان عليه البني ادم، في حين ان انت هتلاقي ده اللي صعبان عليه الكلب واكل حق اخوه، واكل ورث الناس، وظالم شريكه في الشغل، واذي خلق الله، ومش عارف كاد لمين والتاني اللي هو بيقول لك اصل البني ادم صعبان عليا، والطفل اوسخ وادل سبيلا. البنت اللي عامله ان هي كيوت وي وي، تعالى شوف الفاظها وتعالى شوف طريقتها واللي الناحيه التانيه لو هي بقى في الصف الاخر، صف السفاحين، فاهم، نفس واوسخ وادل سبيلا. ايه التفاهه اللي احنا بقينا فيها دي؟ هو في ايه بجد والله؟ يعني نخلص مثلا الثوره وانصار الثوره ومضادين الثوره، مع طبعا عشق للثوره، بس مش دي القصه. هوب نخش في حاجات تانية، الاخوان وضد الاخوان مع احتقار الشديد للاخوان وخيانتهم، برضو مش دي القصه. لا، ده حاصل مش عارف مفيش اي حاجه ورانا، حاجه مفيش حاجه مهمه خالص خالص. يعني ما نناقش مثلا قضيه ليه الطلاق في مجتمعنا زاد، ليه الاخلاقيات بقت بالتدني ده، ونبدا مش يعني نتخاصم مع بعض فيها، لا، نبدا نفكر مع بعض. الاطفال في الشوارع ما بيطلعوش، بيلعبوا ليل نهار، ما عندهمش دراسه، طب اهاليهم مش عايزين، ما بيطمنوش عليهم. الكلاب في الشوارع، كلاب ايه وبتاع ايه؟ انا مالي ومال الكلاب؟ انا بتكلم على البني ادمين، بتكلم على مجتمع، بتكلم على حاجة مهمة. مش قصدي أمجد، أنا قصدي إحنا نقعد نتناقش مع بعض، نشوف إحنا رايحين على فين، نشوف أمور ديننا ودنيانا، نشوف أمورنا المعيشية الحياتية، نشوف الدنيا رايحة فين بينا. طب بكرة عايزينه يبقى إزاي؟ طب إحنا فعلا يا اللي أنت بتقول عايز تخش الجنة في الكلب، يا اللي أنت عايز تخش الجنة في البني آدم، حالك إيه مع ربنا سبحانه وتعالى؟ أنت ظروفك إيه؟ طاعتك إيه لربنا سبحانه وتعالى؟ قلبك ده اللي انا شايفه في الشارع الا ما رحم ربنا سبحانه وتعالى، من غل وحقد وحسد وكيد وحاجات صعبه، والناس متحفزه لبعض، يعني لدرجه دلوقتي ان اللي بيضرب كلاكس جنب واحد الاتنين ممكن ينزلوا يموتوا بعض. بحس ان مثلا على الدائري واحد عايز يحدف على بتاع الموتوسيكل، وبتاع التوك توك مش عارف بيخش عكس مجتمع بقى متحفز لبعض. طب كل الكلام ده سبتوه وشغالين في الكلاب؟ يا كلاب يا مجانين.
والله العظيم ايه ده اللي حصل لنا ده؟ احنا اصبحنا في منتهى التفاهة. كنا زمان نقعد نتناقش في حاجات حلوة قوي، حتى لو كانت بسيطة. غنوة، فيلم، ماتش كورة، رياضة. لا ده كرم جابر، لا ده زويل، لا ده مجدي يعقوب، لا ده انا ابني نفسي اعمله كذا، لا ده اخويا نفسي اعمل له كذا، لا ده فلان صاحبنا ده واقع في محنة. دلوقتي قاعدين بنتكلم في الاهلي والزمالك ونسب لبعض، نتكلم مش عارف في ايه ونشتم بعض، في الكلاب ونشتم بعض، اغاني مهرجانات. واقسم بالله بسمع حاجات الجيل بيتنشأ في كوارث. ويا صاحبي افتح مطوتك اخصامنا جم، ده احنا في كارثه. وافلام كلها قله ادب وقذاره، ومسلسلات كلها كانت ادب وقله ادب وقذاره. كل ده وجايين نتكلم في الكلاب ومين مع مين ومين ضد مين. يا جدعان الدوله تحل. الدوله فاهمه فعلا الناس دي هم فعلا مرتزقه ومأجورين وبياخدوا فلوس من ورا الموضوع، وفي الناس دي فعلا خايفه على الناس الدوله هتحل. انتوا خلاص صعدتوا الموضوع، ما تقرفوناش. انا مش عايز ابص ليل نهار فعلا الكلاب ماليه الشوارع والعيال بتتعض وانا شفت يعني حادثه، واحد شاب بيعدي الكلب قبله، الواد رجع عربيه نقل شالته. برضو مش دي القصه. الدوله هتحل غصب عن عينها، هتحل. ما هي ده الشعب وهي دي الدوله، ماشي. لكن احنا وصلنا للدرجه دي. فوقوا فوقوا يعني. كان اقول لك استقيموا يرحمكم الله، انا اقول لكم انتبهوا يرحمكم الله. انتوا رايحين فين؟ النفوس بقت خاويه فاضيه ومليانه والعياذ بالله امراض. انتبهوا، هي دي اللي هتدخلكم الجنة والنار. القلب ده الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد الخلق كلهم قال ايه؟ ألا إن في الجسد لمضغة لو صلحت لصلح الجسد كله. هنا طبعا هو أوتي جوامع الكلم، بيضرب لك مثلا إن لو قلبك سليم كل حاجة في حياتك هتصلح. كل حاجة هتعبد ربنا سبحانه وتعالى صح، هتبقى علاقتك بالناس كلها قريب وغريب، أب وأم وأخ وزوج وزوجة وأولاد هتبقى كلها مظبوطة. لو ده سليم، لو ده حلو، لو ده أبيض. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير. في الصح مش في التفاهة. مش هقعد أشغل بالي بكلب وقطة والناحية التانية شاغل بالي إن أصل الكلبجي والسفرجي. فوقوا بقى. كفاية بقينا مجتمع ضحل وتافه. احنا كنا زمان في وسط البلد لو احنا مثلا قاعدين نبص نلاقي قاعد نجيب محفوظ وقاعد محمود السعداني قمم. انت بتبص لهم بس عينك بتتروي، بتبص لهم بس عقلك بيتملي. ايه اللي احنا فيه دلوقتي ده؟ فوقوا. فوقوا كده وارجعوا لنفسيكم. مش هقول لكم ارجعوا لربنا سبحانه وتعالى، اللي مش عايز يرجع لربنا سبحانه وتعالى ده موضوع، ودي ما فيهاش حتى يعني اهل العلم ينصحوا، الشيوخ ينصحوا. لكن بقول لكم ارجعوا لنفسكم، لان احنا فعلا بقينا مجتمع معاشر بعض بصعوبه. القصه مش قصه ماديات والله، مهمه جدا وزينه الحياه الدنيا، بس مش هي الاساس. والله ما هي الاساس. دور في دنيتك على لحظة سعادة وطاعة وقرب بتسعد بيها بني آدم، بتسعد بيها أي حيوان حتى ماشي. لكن ما تدورش على حاجات التفاهة دي غلط. ربنا يا رب يطولنا برحمته ويلطف بينا ويصلح لنا الحال ويهدلنا حالنا. انتوا جننتوني، الله يسامحكم. صباحكم زي العسل، وربنا يصلح بلدنا ويصلح حالنا وينصر الزمالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.